أحمد العربي بقاله 23 سنة في المصنع، وبيعتبر أقدم عامل فيه، وزي ما شارك بتعبه في تكبير المصنع قدر بإخلاصه إن هو كمان يكبر ويبقى مشرف إنتاج. أحمد العربي، ازيك يا ازيك يا أبو حميد؟ الحمد لله. أنت أقدم عامل في المصنع. بقالي 23 سنة. ما شاء الله، من 23 سنة. طب إيه اللي اختلف من 23 سنة في الصناعة لحد دلوقتي؟ المنطقة الصناعية كانش فيها أي حاجة، لسه مفيش حاجة. مفيش أي حاجة، وكنا على خط إنتاج واحد. ربنا كرمنا ب8 خطوط إنتاج ما شاء الله. وما كانش أهم حاجة عندنا كان موضوع الجودة، إن إحنا إزاي نخلي الجودة للصابونة تبقى عالية. ما شاء الله. والحمد لله يعني. وقضيت 23 سنة من عمرك في المصنع، يعني كنت بادئ عامل، كنت بادئ أيوة عامل بس كنت عامل إنتاج، وحاليا دلوقتي بقيت وش الإنتاج. ما شاء الله، ربنا يديك يعني الصحة. 23 سنة والحمد أيوة. لله يعني. أحمد أنا مبسوط جدا إن أنا اتكلمت معاك، وأنت فخر لأي الله مصري يخليك. بيتفرج علينا دلوقتي، الله يخليك. وأنت شرف وبتدي للناس أمل. أيوة. وكمل كده، وإن شاء الله أشوفك كمان 23 سنة وأنت بقى رئيس المصنع. طيب حضرتك تفتكر بقى امتى اول مره كنا نصدر فيها؟ يعني اول كونتينر كان امتى؟ أول كونتينر إحنا صدرناه لليبيا، اوكي. وبعد كده بقى شمال أفريقيا اللي هي المغرب والجزائر، بدأنا نصدر للدول دي. حلو. كان الاجزاء يعني كان الكونتينر الحاجات الرئيسيه صابون ولا كان في صابون؟ منتجات لا تانية؟ صابون، كان الأول صابون. صابون 100%. اوكي. وبدأنا نصدر برضو لدول الكوميسا، يعني كان بيجي من السودان ومن كينيا ومن الدول الكوميسا كلها. حلو. عشان الاتفاقيات اللي بيننا وبينهم، فدي كان بيساعدنا كتير ان احنا نصدر للاسواق حلو. دي. يعني اول كونتينر كان ليبيا. واوروبا لان احنا عندنا رويال كيميكالز عندها شهاده الريتش، دي اللي بتسمح لنا ان احنا نصدر منتجاتنا لاوروبا. بدون الشهاده دي ما نقدرش نصدر. دي علشان نسبه الكيماويات في المنتجات ايوه وكده. اللي هو لان احنا بنصدر خامات، دي شهاده عندنا وتعتبر من الحاجات اللي هي بتاخد مجهود كبير عشان نبقى حصلت عليها. نحصل عليها ونبقى كومباتبل بالنسبه لاشتراطاتهم هي للتصدير. بس مش دي الشهاده الوحيده حضراتكم ما شاء الله. لا احنا عندنا عندنا ايزو 9001 و14001 و45001 اللي هي شهاده البيئه والجوده. برضه دي عندنا الرويال كوزماتيك بقى عشان تصنيع، لان النهارده مستحضرات العنايه ما ينفعش نصنعها الا اذا كان حاصلين على الشهاده طبعا، لانها بتبقى حاجات ليها علاقه شهادات جوده. الجوده حاجات ممكن تستخدمها على وشك وحاجات طبعا دي حاجات للجوده. البداية كانت استيراد وتجارة منتجات كلنا عارفينها من زمان، ابتدوا يصنعوها ويصدروها، والكونتينر بدل ما كان بيجي من بره بقى بيتصدر لدول كتير، والدول دي بقت عارفة منتجات مصنع رويال، والأهم إنهم عرفوا إن المنتجات دي بالجودة العالمية معمولة بإيدين المصريين، وعليها أحلى جملة: صنع في مصر.